سعيده جدا معاكم النهارده. صباح الخير عليكم جميعا. كنت عايزه اوصل رساله بس صغيره كده للناس اللي بتعلق بمعنى صح شماعه الاختيار السيء على النصيب. عاوزه اوصل رساله: ايه الفرق بين التواكل والتوكل؟ التوكل انك بتاخد بالاسباب وبتعمل اللي عليك وبعد كده تقول ده نصيبي. التواكل انك بمعنى اصح بتكبر دماغك ومش بتعمل اللي عليك وفي الاخر برضه تقول ده نصيبي. تمام كده؟ يبقى ده الفرق بين التواكل والتوكل. طيب انا في اختياري او في زواجي، هل انا كل او بمعنى صح كل حاجه همشي فيها هقول انا ده نصيب؟ الانسان يا جماعه مخير ومسير في بعض الاحيان. تمام. في الزواج الانسان مخير، انت بتختار وعن طريق اختيارك ده مكتوب في اللوح المحفوظ، انك هتختار البني ادمه الفلانيه، انك هتختار البني ادم الفلاني، ده كله مكتوب. طيب انا بقى الاختيار ده او الاسس الاختيار ده، هل انا اخترت صح، عملت اللي عليا واخدت بالاسباب عشان ارجع اقول في الاخر ان ده نصيبي، ولا كبرت دماغي وخليت ماما تدور لي على عروسه وبمعنى اصح وافقت على العريس اللي متقدم لي وكبرت دماغي ومش عملت حاجه ومش فكرت ولا شفت الصفات اللي انا عايزاها ولا شفت نفسي ولا عملت استخاره ولا وفي الاخر اقول ده نصيب وخلاص وانا راضي بيه؟ خلينا متفقين ان اختيارك هو نصيبك. ولو مش كان كده كنا الحديث اللي جاي من حديث الرسول قالوا ان الدعاء بغير القدر. طب ازاي الدعاء بغير القدر وهو مكتوب فوق؟ وده برضه مكتوب فوق ان الدعاء هيغير القدر، انك لما تدعي باخلاص والدعاء والقدر بمعنى صح يتلجلجوا في السماء، والاخلص فيهم هو اللي بمعنى صح بيمشي او هو اللي بيعمل. طيب ده كله مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. معنى كده ان انا اقدر اغير قدري؟ ما انت هتغيره برضه بمشيئه الله او ده مكتوب. معنى كده ان انا اختياري اقدر اتحكم فيه؟ برضه اختيارك تقدر تتحكم فيه، انك تاخد بالاسباب انت وهي علشان توصلوا للطريق الصح او عشان توصلوا لشريك حياتكم بمعنى اصح في الاخر. ده كده ملخص سريع على الناس اللي بتقول ان كل حاجه اسمه النصيب، كل حاجه نصيب وشمعات النصيب بنعلق عليها اختياراتنا السيئه، ومش واخدين بالنا ان احنا في الاخر وفي الاول احنا المتحكمين واحنا المخيرين، واللي ربنا جعل الانسان بمعنى صح مخير في كل حاجه بيعملها بمعنى صح. سعيده جدا معاكم النهارده، دي رساله بسيطه بس للناس. شكرا، ويا ريت نتفاعل مع الفيديو. والسلام عليكم. انا يا شكرا.